السلام عليكم جميعا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ تنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير، صحه جيده وتمام الاحوال. هاد النهار الفتيات جبت لكم وصفه ديال لي بالميي، وهاد الحلوه ديال الطفوله الفتيات اللي سميتها تنظن سبرديله تيقولوا لها، ولكن انا الصراحه واش كنت نمشي نشريها تنقول له عطيني هذيك ما كنتش عارفه سميتها البنات. دابا الفتيات جبت لكم الوصفه ديالها، راه سهل بزاف، وصراحه تحتاجوا فقط 4 مكونات للعجين المورق. 4 المكونات فقط، لا حليب لا بيض لا زيت لا حتى شي حاجه، فقط هاد المكونات اللي غادي نقول لكم تبعوها وراها 100% ناجحه. انا هنا الفتيات استعملت 250 غرام ديال الدقيق، اي ما يعادل 2 الكيسان العنبه عامرين. كل كاس الفتيات تيهز لي تقريبا 100 غرام هكاك، ولو 120 هكاك تقريبا، فتختلف من كاس لكاس. المهم نتوما حسبوا 2 الكيسان ديال العنبه الا ما عندكمش يعني الميزان ديال العبار، وغادي نحتاجوا تقريبا 170 غرام ديال الزبده. هانتوما الفتيات 170 غرام ديال الزبده المورقه، يعني تقريبا بلوك الفتيات اللي كتشريو محيد منه شويه، و2 كيسان ديال الدقيق. بغيتو كميه اكثر ضاعفوا الكميه، لحقاش انا راكم عارفني انا وراجلي وولدي، فيعني هاد الكميه هذه كافيه انا. صافي الفتيات تنحكوا الزبده ديالنا بهذه الطريقه هذه، نتوما شوفوا معايا في الحكاكه، والزبده ضروري تكون بارده. فهنايا الفتيات انا كنعطيكم يعني شنو غادي تحتاجوا اكزاكتومون. الزبده ضروري انها تكون بارده، ما تكونش سخونه، وحكوها بهذه الطريقه هذه. وهنا الفتيات تنحربلو داك الدقيق ديالنا مع الزبده هكايا، ما كنعجنوش، فقط تنحربلو هانتوما بهذه الطريقه هذه، بحال كنلبسوا داك الدقيق ديالنا بالزبده. وغادي نستعملوا نصف كاس ديال الماء، فداك الكاس اللي عبرتوا به الدقيق هو اللي تعبروا به الماء. هانتوما الفتيات نصف كاس ديال الماء، وداك الكاس مره اخرى غادي نقولها ديال الدقيق هو اللي غادي تعبروا به الماء. وغادي نضيفوا البنات 3 المعالق ديال السكر. صافي هادو هما المكونات اللي غادي تحتاجوا. ما تحتاجوا البنات لا حليب كي قلت لكم، لا بيض لا زيت. فعجين مورق جد سهل، ولكن هذا العجين المورق تختلف على العجينات المورقه الاخرين. هذا ما كنخدموش به البتيبان وما كنخدموش به الكرواسون. علاش؟ حيتاش ما فيهش الخميره. فهذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين هذا الورق هذا، يعني هذا العجين المورق، والعجين المورق اللي تنستعملوا في البتيبان في الكرواسون. فلا كنتو غادي ديروا كرواسون فزيدوا الخميره. هنا هذا العجين هذه ما نحتاجوش دابا الخميره نهائيا. هانتوما البنات صافي من بعد ما كنحربلوا الزبده ديالنا مع الدقيق وتلبسوا داك الماء ديالنا مع الدقيق والزبده، صافي كنشد بلاستيك الفتيات وكندير فيها الزبده ديالي، عفوا تندير فيها العجين ديالي. هانتوما تنحاول نجمع العجين ديالي وتنديرها في بلاستيكه. الا عندكم الفتيات الوقت، عندكم وقت كافي، فيمكن لكم تعجنوها ليله قبل، صوبوها ليله قبل وتخليوها ليله كامله في الثلاجه، فراه احسن. الا ما عندكمش الوقت فخليوها تقريبا نصف ساعه في الثلاجه، خليوها في المجمد. هذا هو يعني الاختلاف اللي كاين. فمن الاحسن يعني نعجنوها ونخليوها ليله كامله في الثلاجه. الا عندنا الوقت فمن الاحسن. هنا البنات تنجمع العجينه ديالي هانتوما. فصافي الفتيات يعني هاد العجينه هذه كي قلت لكم من قبل راها عجينه جد سهله، ويعني اي واحد يقدر يصاوبها، وراه ما صعيباش وما كتطلبش واحد الجهد او وقت كبير. فهنا انا صراحه وجدتها ليله قبل، يعني خليتها تبات في الثلاجه. هانتوما الفتيات تنحاول دابا نطلق العجين ديالي بهذه الطريقه هذه. هانتوما شوفوا معايا كنقاد الجنيبات، لحقاش راه ما تكونش يعني 100% متماسكه، فما تخافوش منها. تندير شويه ديال الدقيق على سطح العمل وتنبدا نطلق بهذه الطريقه هذه اللي هي طوليه. هانتوما وهنا الفتيات تنطوي بهذه الطريقه هذه، تندير هاد التور الاول. هانتوما كنطوي على 4، كنحيد الفتيات داك الدقيق الا كان فيه هكايا شويه ديال الزبده ولا هكا بدا كيلتصق ليا، فكنحيدو على سطح العمل وكندير شويه ديال الدقيق واحد اخر وكندفع بالدلاك ديالي هانتوما وتنبدا نطلق.
فراه كي قلت لكم البنات وعادي نولي نقول لكم يسمحوا لي راه ساهله بزاف الفتيات. يعني من الاحسن تصاوبها في الدار تنعرف شنو يعني المكونات اللي يعني كاينين في هاد البالميه هادي. فمن الاحسن هنا الفتيات تندير التور الثاني، تنجمعوا على 3 الفتيات، فتندير هنايا 3 ديال لي تور. هذاك الشيء علاش يعني انا زربت هنا لا فيديو حيتاش شويه طويل الا خليته يعني نورمال. داكشي علاش زربته. المهم انا كنشرح لكم هنا. هذا هو اخر تور غادي نديرو. صافي هانتوما صافي الفتيات تنطلقها هكايا وكنطوي صافي. هنا الفتيات انا خليتها ترتاح يعني المده ديال 10 دقائق تجمع راسها. الا شفتوا الزبده بدات تذوب فضروري انكم حيتاش يعني انا الشوفاج عندي هنا في الدار فبدات تذوب لي الزبده درتها في الثلاجه لكن الجو بارد فما ديروهاش فعادي. هنا تنطلقها اخر مره وكنحاول نقاد دوك الجنيبات. هانتوما شوفوا معايا هانتوما الفتيات باستعمال الدقيق يعني كنطلقوها. هانتوما الفتيات فصافي. انا هنايا بغيت يعني كنت غادي ندير بالمي فقط ولكن تفكرت داك الحلوه اللي كنت صراحه تنشريها هذه ديال السبر ديال الفتيات من يعني المحلبات فبغيت نجربها. فحتى هي الفتيات يعني كتصدق بهذه العجينه هذه. هانتوما شوفوا معايا قسمت العجين ديالي على جوج. غادي ندخل العجين ديالي للثلاجه على ما يسالي يعني الخدمه ديال العجين الاولى. كنشد الفتيات شي قطر عفوا شي حاجه بحال دائريه وكنقطع حتى بكاس. راه عادي فيكم تقطعوا بكاس. كنزيد نطلق هنا العجين ديالي واحد شويه. هانتوما وكنقطع بشكل دائري. هانتوما كنقطع بهذه الطريقه هذه الفتيات. شوفوا معايا وداك الجنيبات ديال العجين اللي شاطته الفتيات فما توليوش تجمعوها واستعملوها لحقاش ما غاديش تخرج لكم مورقه. فاحتفظوا بها في الثلاجه في الفريغو الفتيات حتى يعني تبغيو تصاوبوا مره اخرى العجين المورق فراها كتعاون العجين ديالكم تستعملوها في الاول. راها كتجي تتعاون العجين بزاف يعني تتجي واحد العجين زوينه بزاف. هانتوما شوفوا معايا صافي. هنا انا هزيت يعني جمعت داك العجين ديالي غادي نديرها في الثلاجه. هنا الفتيات غادي نستعمل شويه ديال السكر صافي وغادي نبدا نطلق العجين ديالي على السكر. هانتوما تندير السكر عفوا من التحت ومن الفوق وتنبدا نطلق بهذا الشكل هذا الطولي. صافي الفتيات وكنكمل بنفس الطريقه حتى تنسالي الكميه ديالي كامله. هانتوما الفتيات راها طريقه جد سهله وكي قلت لكم راه ما كتطلبش يعني وقت كبير بزاف وكتجي واحد الورقه اش نقول لكم مورقه فيها واحد القرمشه حتى الاخر وغادي نخليكم تسمعوا القرمشه كيفاش كتجي. راها خطيره بزاف. هنا الفتيات تندخل داك البليغات ديالي الفران على درجه حراره 180 كنخليهم مده ديال 20 دقيقه. هنا كنصاوب يعني الكميه الثانيه كنخرجها من الثلاجه وكنطوي الفتيات في النص باش نشد العبار هو هذاك وكنعبر بحال هكا بشي حاجه باش العبار ديالي كيجي هو هذاك نيشان. هنا الفتيات تنطوي لي بالمي ديالي بهذه الطريقه هذه. نتوما شوفوا معايا راها طريقه سهله. صافي البنات هنا من بعد ما طويتهم غادي نقطعهم ونحطهم في اللاطه ديالي ونخليهم يطيبوا على درجه الحراره ديال 180 لمده ديال 20 دقيقه. في الوقيته اللي كانت طيب ليا يعني البالمي ديالي راني درت الفتيات كريم شونتيي وصاوبت بها دوك السبرديلات ديالي. هانتوما الفتيات شوفوا معايا. فانا البنات غادي نخليكم مع الشكل النهائي ومع الزواق الفتيات اللي غادي نصاوب وغادي نقول لكم ما تنساوش الفتيات تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا. ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي وفرجه ممتعه. ولا عندكم اي تساؤل يمكن لكم تسولوني في لي كومونتير فانا دائما راه الاشاره ديالكم وغادي نجاوبكم في اي وقيته بغيتوا الفتيات. وغادي نخليكم تفرجوا الفتيات وفرجه ممتعه وغادي نخليكم تسمعوا حتى القرمشه غادي نخليها في اخر لا فيديو. ونقول لكم الفتيات بسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي. وما تنساوش الفتيات دعموني بسلامه.